كبسة بالبرتقال. أي نعم، كبسة بالبرتقال. أول شي نقعت المكسرات حسب الرغبة. العنصر الأساسي هو الزبيب، واللومي ما فينا نستغني عنه. زبيب ولومي للكبسة أساسي، وهي المواد الباقية هلأ رح أشرح لكم. نقعت الرز طويل بمي سخنة مع ملح حوالي ساعة. لا تنسوا يكون عندكم بهارات كبسة. يلا نبدأ فيها مع بعض. نزلت الزيت فوق البصل. لا تقولوا لي الزيت كتير، لأنه لسه هيدا الزيت رح أعمل فيه تسبيكة كاملة، فكل شي رح يتسبك فيه. حوالي كاسة شاي من الزيت. بصل وثوم مفروم بحركهم منيح. بشرت الجزر. وجعتني ايدي، ما صرت ابشر كل اثنين مع بعض. يلا الحمد لله خلصوا. هلا البصل صار لونه اصفر على ذهبي، رح احط فوقه البهارات الصحيحة. ورق الغار. اللومي دائما اعملوا فيه ثقب بالسكين قبل ما تنزلوه، خصوصي بالكبسة. حموضته بتعطي نكهة فظيعة. حبهار، تحبوا كبش قرنفل كذا حطوا، بس انا ما حبيت يطلع لي بالاكل بهارات كتير. الدجاج عم ينسلق بالمطيبات بالطريقة اللي فرجيتكم اياها بالفيديوهات السابقة. نزلت الجزر المبروش. شوفوا اللومي ما احلى. بترك الجزر ياخد وقته حوالي 7 دقايق ل10 دقايق لحتى يدبل تماما. بنزل عليه قرصين بندورة. هون في حوالي 3 ل4 جزرات، ومن قرصين ل3 اقراص بندورة حسب الحجم. وكمية الرز 3 كاسات رز او 3 وشوي. فوق البندورة المقطعة والمقشرة، اوعكم تحطوها بقشرة لانه بمرمر بالكبسة. نزلت ملعقة ونص معجون طماطم دبس بندورة، حركت منيح. وهون قطع التصوير. حطيت فوقهم شوي من مية سلق الدجاج، حطيت حولوا لصلصة وحركتهم. ملح، لا تكتروا ملح لانه لسه بدنا نحط بهارات مالحة. فلفل اسود وملعقتين بهار كبسة. انا ما بكتر بهارات، بحب انه نكهة الكبسة تظهر ونكهة الجزر تظهر. نكهة اللومي والزبيب كلها طيبة وبتجنن. هيدا البهار العادي، حطيت كمان منه رشة. وحركتهم منيح وبرجع بغطيهم حتى يتسبكوا على الآخر. هلأ للدجاج بعد ما استوى استواء كامل، حطيت دبس بندورة ولبن، فلفل أسود، ملح، ورح أحط فوقهم نقطة زيت نباتي وحركهم منيح. شايفين هاي اللي عم ساويها هي أطيب دهنة للدجاج. يعني الدجاج مسلوق بمطيبات وبنكهة كتير ظريفة، رح حطه بالجلد تبعه. هلا أنا بالبيت عندي ناس بتاكل بس الدبابيس، ناس بتاكل بس الورك، وناس بتاكل السفاين يعني البسطورة. فأنا جبت دبابيس ووراك، بس للأسف السفاين مقطع لي إياهم صغار. أنا ما بحبهم هيك فوق الكبسة، بس بعت لي إياهم هيك القصة. أنا رح دبر أموري، رح أدهنهم كلهم وحمرهم كلهم، حتى قطع الصدر الدجاج الصغيرة رح حمرها. بدهن الجلد شوي شوي بالتتبيلة. إذا التتبيلة معجون طماطم، لبن، فلفل أسود، ملح، ونقطة زيت نباتي. ما بعرف إذا صورت الزيت ولا قطع التصوير، ما بتذكر. هلا بعد ما ادهنهم كلهم بهي التتبيله، الباقي من التتبيله شوفوا فتحت الطنجره شلت شوي من التسبيكه تبع الكبسه، تسبيكه الرز. رح ارجع ادهن دور تاني فوقهم. في شغله مهمه، مره من المرات اول ما كنت اعمل كبسه سمكت كتير هاي التتبيله على وش الدجاج، والنتيجة طلعت سيئة جدا. طلع في طبقة سميكة على الجلدة وأبدا ما ظريفة. لا تسمكوها. الدجاج دخل على الفرن، حطيته بالنص وشغلت الفرن من فوق ومن تحت، ومن فوق أقوى. نزلت 3 كاسات رز على هي التسبيكة وحركتهم تحريكة صغيرة، وبلشت كمل بمرقة الدجاج، مرقة سلق الدجاج. هلأ أنا على النظر سويتها، بس إذا بدكم أنتوا لازم تحطوا مثلا، أنا ناقعة الرز ساعة ونزلته بالتسبيكة حوالي من 2.5 3 كاسات تقريبا من مرقة الدجاج. شايفين كيف انغمر؟
شايفين هاي الغمرة؟ هيك بالضبط هيك. أنا بعصر اللومي، شوف كيف بعصره للومي حتى ينزل الحمض اللي فيه، كتير طيب فيها. أنا كتير بحب الزبيب بهالمرحلة، أنا بحط زبيب على الوش وزبيب بقلبها، ولكن عندي بنتي ما بتحب الزبيب، فأنا ما كترت، حطيت كمشة بس. هلأ شوفوا النكهة تبع الزبيب بتجنن. المهم نتأكد إنه الصلصة وصلت لكل الرز. رح غطيها واتركها على نار عالية حوالي 7 دقايق، وبعدين بسوي النار من وسط لضعيفة كمان 7 دقايق تانيين أو 10 دقايق. المكسرات كنت نقعتها بمي، بنزل أنا حطيت لوز وفستق حلبي. أول شي بحمرهم ليصير لونهم أصفر، بعدين بنزل بالزبيب. شوفوا الزبيب كيف بينتفخ وبصير على شكل كرات. التكة السحرية إنه لما يستوي الرز انزل عليه بنص برتقالة، وبيتحمل على فكرة برتقالة كاملة، بس أنا برمضان بكون حذرة. حطيت نص برتقالة عصرتها على وش الرز، وحسيت لما دقته إنه بده شوية ملح. شوفوا كيف بقلبه، ما بكسره، بقلبه لحتى الصلصة اللي تحت تطلع لفوق والبرتقال اللي فوق ينزل لتحت، وبغطيه بس دقيقتين. انا هيك بقلبه، ما بسكبه لا بالمعلقة ولا بشي. شوفوا لي هلا اشهى شي هو الرز اللي بيقولوا له بالعراقي لاجع، ملجوع، والله ما بعرف شو بيقولوا، بس على مبدأ انه ملدوع. شوفوا لي هي خليتها لإلي بصحني. هاي النتفة اللي بتنلدع بسفل الطنجرة، يا إلهي ما أطيبها، ما شاء الله تبارك الله. عن جد يا جماعة النكهة خيال، إذا دقتوه أنا متأكدة رح تدعولي. هي لمسة بسيطة بالبرتقال بس نكهة جديدة. وعلى فكرة كبستي إذا عملتوه حتى بلا برتقال إن شاء الله رح تدعولي. رتبت الدجاج بعظمه على الأطراف، حطيت السفاين المقطعة صغيرة بالنص حتى ما تخرب لي المنظر. وشو بتحبوا تستخدموا مكسرات استخدموا، الكبسة بيلبق لها أي مكسرات، عوجة، أي شي عندكم، بس أهم شي لا تنسوا الزبيب، لا بقلبها تنسوه ولا على الوش، لأنه عن جد هو بيعطي أطيب نكهة. أنا هون عم صور على السريع لأنه كان أذن المغرب من أنا وعم دوق الكبسة، وقلت لكم بدها ملح، فما كان في وقت أبدا حتى تصوير، ما عرفت صور منيح، بس الحمد لله لقطت لي كم صورة. وهي الكبسة دوقوها وإن شاء الله 100 صحة وهنا.